أهلا وسهلا بكم. المرجو الاشتراك في قناتي ودعموني باللايكات وبالتعليقات فضلا وليس أمرا. من اليوم غادي نبداو بواحد الخبر صراحة مضحك وصادر على واحد الشخصية مهمة اللي تقلدت مناصب عليا في دولة هوكستان. وهاد الشخصية هي بن كرينة بالقاف. بن كرينة بالقاف، حنا اللي بغينا ندعو على شي واحد كنقول ليه سير الله يعطيك القرينة. المهم غير باش نضحكوا شويه، بن كرينة هذا هو سياسي ونقابي جزائري، وحاليا كيترأس، هو عنده واحد المنصب ديال رئيس حركة البناء الوطني عندهم، وكذلك كان رشح نفسه للرئاسيات في 2019، وقبل كان وزير ديال السياحة والصناعة التقليدية، يعني مجموعة من المناصب. يعني خصو تكون عنده واحد الهيبة وما يصدرش منه بحال هذا الكلام. لي يوم كنت جالس مع السيد رئيس الجمهورية، ما نتذكرش العدد اللي اعطاه لي، ولكن اعتقد بان ممكن حوالي 38% من الذباب اللي موجود في الفيسبوك وباسم حما وقاده وباسماء جزائريه وما تعرف قدور ما نعرف كذا ومحمد الحراشي وعلي التندوفي وما نعرفوا شنو هي من المخزن ومن المغرب. سمعتوا شنو قال؟ يعني الخرطي عندهم ما مباح، كلشي كيخرط. وهذه المشكله الاحصائيات قال لك رئيس الجمهوريه هو اللي عطى هذه الاحصائيات، وهو في الحقيقه راه العكس صحيح. هادشي كينطبق عليهم هما. ومؤخرا ولا هو دائما طول العام كاين هجوم قوي على المغرب، يسبون كل شيء، يسبون الاعراض، يسبون الرموز، يسبون الرياضه، اي حاجه كيسبوا. هادشي كنشوفوه انا شخصيا لما كنتصفح ولا كنشوف دوك الجرائد ديالهم ودوك الاذاعات التلفزيونيه ديالهم سواء رسميه وغير رسميه. الموضوع الرئيسي ديالهم هو المغرب، وهما كيقولوا لك دولة كبيرة وقوة ضاربة، والمسؤولين ديالهم كيناقشوا الكومنتيرات وكيناقشوا الفيسبوكيين. وطبعا الهدف من هذه الخرجات هو التبرديع، يعني زيادة التبرديع، يبردعوا في الجزائريين على اساس انه اي واحد عبر على الرأي ديالو ولا قال شي حاجة يقولوا هذا ماشي جزائري، هذا مغربي انتحل الشخصية ديال الجزائري. الى اللقاء، نتمنى يعجبكم الفيديو.